هادشي الاخوه اللي شفتو غير واحد 20% من الخدمه ديال رونانا مخوانا مع الوداد، يلاه 20%. وعجبات الجماهير الوداديه فاش غنوصلوا واحد 50% ولا 60% من الخدمه ديال مخوانا، راه تكون كما كنقولوا هضره اخرى. بالرغم ان التركيبه البشريه ديال الوداد مازال كتعاني، مازال الاخوان خاصها ترونفورسا، مازال عندنا مشكل كبير خصوصا في لازون اوفونسيف، ما عندناش لي زيل وما عندناش مهاجمين بقيمه نادي الوداد الرياضي. رغم هادشي كامل دار واحد الماتش في المستوى، ماتش مزيان، بريستاسيون عجبات الجماهير الوداديه. كاين واحد التفاؤل واحد الفرقه اللي لعبوا قبل جوج ديال لي ماتش اميكو، لعبوا كونتر اولمبي البشر ب 3-0 ولعبوا كونتر الصفاقسي وربحوا ب 5-0. وهادشي كامل تلعب في رادس، يعني واحد التيران اللي العشب ديالو ماشي مزيان، وكذلك ان قدام جمهور ديال النادي الافريقي. يعني كيبقاو الدراري مشكورين على هذا الاداء هذا، وكذلك المدرب الحمد لله كاينه خدمه معاه وبدات كتبان. هذه التشكيله الاخوان اللي دخل بها المدرب موكوينا. الا شفنا في لا ديفونس وميليو تيران كتقول باللي خاص واحد اللاعب جوج ديال لي ريكريتمون انهم يتزادوا سواء في ميليو سواء في لا ديفونس، خصوصا ميليو تيران. ولكن ملي كتشوف لاطاك كتلقى عندنا كاين مشكل كبير، مع احتراماتي للبوهره، لا الأونزو، لا شعيب فادي، اللاعب اللي مزيانين اللي داروا ماتش مزيان، اللاعب اللي غنستافدوا منهم هذا الموسم هذا، ولكن راه ما يهزوش الشغل. ما متعودش على ان هاد اللاعبين يلعبوا تشيشيلير ويلعبوا ان يوليو يلعبوا ديك الماتشات ديال من الاربعاء لحد ماتشات بزاف ويهز الثقل وسط الضغط ديال الجماهير. يعني الوداد حاليا محتاجه في لاطاك واحد 4 ديال اللعابه، جوج ديال لي زيل المستوى ديال الوداد الرياضي، وكذلك جوج ديال المهاجمين ديال بروفي ديال مبنزا ديال جيبور ديال ايفونا، يعني مهاجم اللي ما غيزقلش. كيف ما غيبان لكم الاخوان في هذه الصوره هذه ان موكوينا واحد المدرب اللي كيعتمد على الضغط العالي. اللي شفنا ان كيفاش واقفين اللعابه غنلقاو انهم واقفين خطه ديال 4-1-4-1. كيبان ان لسه اثنين الخط ديال الدفاع اللي ماشي يبانش، كيبان لنا واحد ميليو تيران اللي هو محروس واربعه اللي قدامه وشعيب فادي. هاد اللعابه الاخوان كيحاولوا انهم يديروا واحد الضغط كبير، كيديروا واحد ماركاج انديفيديال على اللعابه باش ان يخلوا داك الخصم انه يرتكب اخطاء ما يلقاش مساحات وما مراش. هادشي اللي غنشوفوا في هذه اللقطه الاخوان ديال ان الرايحي انه يدير الضغط على اللاعب اللي معاه. كنشوفوا الساخي حتى هو انه مع اللاعب اللي قريب ليه انه هو ما يخليش ليه فرصه انه فاش انه يبغي ياخذ الكره. الزمراوي هو جاي مجليسي، يعني كاين واحد الضغط على ديك المنطقه هذيك. فادي هو غالق الممر، يعني اللاعب ديال الافريقي يا اما غادي يخرج كما كنقولوا خطا غيعطيها اللاعب ديال الوداد، ولا غادي يبغي انه يدير باس لونغ وشوف ان باس لونغ ان 100% غتقطع ترجع كره عند اللاعب ديال الوداد الرياضي. هنا بدا الضغط العالي الاخوان، وهذا الماركاج هذا خلى ان يرتكب خطا، عطاه شعيب فادي حتى هو دار خدمه كبيره في الضغط. خداها شعيب فادي مشى بها، هنا ما تعاملش معاه مزيان. وهنا الاخوان كيفاش غادي نقولوا اننا محتاج جيل المهاجم قناص اللي كيتعامل مع انصاف فرص. هاد الكره ديما ما كتبقاش ديما، يعني ماشي ديما في الماتش غتبقى تلقى بحال هاد الكوارات هادو كيكونوا مره جوج في الماتش، ولا بعض المرات ما شي فرقه اللي واقفه مزيان وكيخرجوا نقيره ما غيعطوكش بحال هاد الكره هادي. يعني انا خاصك واحد المهاجم اللي شي ماركي. ولكن ما نساوش واحد الحاجه الاخوان اللي غنرجع عليها من بعد، حيت نقطه مهمه اللي نقدروا انها بحال غنتمس واحد العذر لشعيب فادي في هاد الكره هادي. نساوش الاخوان واحد النقطه مهمه، ان الخطه اللي كيلعب به الاسلوب ديال موكوانا كيحتاج اللعابه اللي فيزيكمون كيكونوا فور، كذلك اللعابه اللي عندهم لونديرونس، يعني اللاعب اللي غيكمل معك داك الماتش ويكمل معك داك لا سيزون كامله بداك المستوى. حيت راه كاينين شي لعابه انه في البدايه ديال العام راه يلعب معك واحد جوج ماتشات حتى 3 في البدايه ديال العام يلعبوا معاك، بالك اللاعب راه فيزيكمون مزيان. ولكن فاش يدخل الماتشات قاصحين غتبان لك اللاعب بدا كيعيا، اللاعب صافي القرا عنده خاوي، اللاعب ما مترينيش اصلا، يعني ديك لا فورس كامل اللي عنده حطها في ديك 3 ديال الماتشات. يعني هنا محتاجين اللعابه اللي فيزيكمون مزيانين. غنرجعوا لواحد اللقطه الاخوان ديال الهدف اللي شماركي علينا اخوان. اول حاجه نبيل مرموق واحد اللاعب اللي خاصو الدعم، لاعب اللي كويري، لاعب اللي عنده في رجليه، لاعب اللي مزيان كيلعب برجليه مزيان وجيعان في لعبه. هاد الكره الاخوان اي واحد لعب الكره يعني كاينين شي شيرانات الاخوان، لان ماشي كناخذ ليه زعما اعذار ولا شي حاجه، هو ما تعاملش معاه مزيان. ولكن كاينين شي شيرانات الاخوان اللي كتكون العشب فيه راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه تصرت شيران راه غازون راه ناقص، راه ماشي زربيه، راه العربي الزاويه راه احسن منه في غازون باش نكونوا واقعيين. يعني غازون الاخوان عيان، ديك الكره فاش جات وشنو بغى يدير هي اصلا الاخوان ما نساوش ان الكره فاش وقفها راه روبونداج واحد شويه، يعني الكره بحال تهزات بحال دارت، هو بغى يدوز لا باس بلا فورس حيت هو عارف ان غازون عيان، بغى يدوز لا باس بلا فورس للمحمدي حتى التموقع ديال المحمدي ما كانش مزيان. راه لاحظنا الاخوان راه موكونا كان واحد الاشابه على المحمدي انه كيخرج بزاف، وهذه كملاحظه ان راه ماشي نوير نتايا ان تبقى تخرج بزاف، حيت ضروري واحد النهار
اي راه حنا موطيع راه كان معنا في من الاخطاء اللي كان كيرتكبها في البدايه فاش بدا كيلعب في الوداد، بدا كيحبس الماتشات الاولين ديال الشامبيونز ليغ كان كيخرج بزاف، يعني كتصونطر كون كيبقى اللاعب خارج كوفر اللاعب خارج. وهادشي اللي طرا لنا حتى في فينال ديال الشامبيونز ليغ بالبيت اللي فاش مارك علينا. يعني نتمنى ان محمدي شوقي ما يبقاش انه يخرج بزاف. والكره ديال مرموق الاخوان راه عاديه داخله في الكره، يعني شدها رد الحارس كان حارس غير لا بوزيسيون ديالو مزيان راه ما غاتماركاش، يعني غيبقى غادي يحيد غتجي في لالي اللي فيه هو. ذلك ك بون كومان الاخوان ان اللقطه ديال الفيضي نقدر نصنفها مع اللقطه ديال مرموق في العشب، انا نقدر، ولكن خصهم يخدموا على هذه النقاط هذه، حيت لاعب الكواري كيتعامل مع كل كازو وكل تيران وكل صباط كيلعب به وكل ماتش بالطريقه اللي خصو يلعب بها. يعني خص كل لاعب اللي انتيليجون عارف اش كد. واحد الحاجه الاخوان ان زكريا ناسيك واحد الدري اللي عجبني في الماتش، دري اللي داخل الاسلوب ديال موكوينا كوشي زوينه، دري اللي مزيان. ولكن واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش الاخواني ان الكره كيف ما غتبان لكم كره ان تلعبات ليه قدامه. شي كنا مثلا الكره ديال الاخوان تلعبات ليه ورا ظهره، انه صعيب انه باش يدور وان اللاعب لادفيرسير يجي في لاكورس من وراه ودير الديبار صعيبه. الكره الاخوان علاش عاتبتو على ان اول حاجه ان قدامه تلعبات، يعني كون كان شي لاعب انه يقدر انه وخي بعيد عليه انه يقدر يدير طاك اللي يحاول انه يبغي يقطعها يغير المسار ديالها. الا ما كانش الاخوان يعني الكره جايه قدامك خاصك تبقى غادي معاها. هي الحاجه اللي عاتبتو على الاخوان هو ان الكره ما بقاتش فاش تلعبات ما بقاتش غادا جيت الكولوار، يعني غادا مايله ولات غادو وغادا جيت لا سيرفاس دو ريباراسيون، غادا جيت فين كاين ناسيك، يعني اللاعب اللي بحال دار الدوره من وراك وتم غادي وسبقك. هنا الاخوان حيت كون كان شي ايلي مليح بهذا المعنى شي حريمي غيمشي بها الشبكه غيماركيها. يعني ناسيك واحد الدري اللي مزيان اللاعب الكواري كحاجه عارفين كاع جماهير الوداد ان اللاعب اللي ثقيل، يعني خصو يخدم على هذه النقطه هذه حيت هنا كتبين ان اللاعب مازال شويه ثقيل. يعني بحال ما الكره الاخوان اللي غاده قدامك حيت هي ماشي حيت هي ما تلعبش الكره دارك تلعبات لك قدامك، يعني خصك دير ديبار وتمشي معاه وتبقى غادي معاه تعنكسو يبقى شي غادي معاه. وفاش فاتك يعني بحال ترخيتي شويه خليتي من بحال خليتي لا ريسبونسابيلتي للمحمدي اللي خرج عنده واخا هو الخروج ديالو كان خاطئ، يعني خليتي ليه واحد الخروج بحال صافي ما بقيتيش غادي تابع الكره. يعني هذه النقطه مهمه خصو يخدم عليها ناسيك واي لاعب في الوداد كيف ما كان كيلعب خصوصا في لا ديفونس. ما خص انهم يلعبوا لك ورا ولا ظهره، ما خصش يكون ثقيل حيت الجمهور ديال الوداد الرياضي كيفهم في الكره وما تيحملش شي لاعب اللي كيكون ثقيل. يعني ثقيل غادي تمشي في ماتش كبير غادي تهرس كلشي الخدمه كامله تهرسها. علاش الوداد كانت غاده مزيانه مع شي لاعب بحال داري حيت لعابه خفاف، يعني كومارا داري فاش كانوا في الطوب ديالهم لعابه خفاف كتدفع عليك يمشي لها طنطا كلمه كان. اما شي لاعب ثقيل هنا غتكون يكونوا بزاف ديال الانتقادات. ونتمنى ان ناسيك يخدم على هذه النقطه هذه وكمجمل راه دار لك واعر وعنده امكانيات كبيره. الكره ديال التعادل الاخوان من الحوايج اللي عجبوني ان هذا الدري هذا الرايحي ديجا الاخوان قبل ميسيني قلت كاينين واحد 4 ديال اللعابه 3 مزيانين وواحد ما خصوش يسيني. 3 مزيانين كتكلمت عليهم هما نسيم الشادلي والرايحي والطاهره ديال ميليو تيران. واللي عيان اخوانا قال هو ياسين ايوب، وحنا ديجا درنا هذا الفيديو على هاد اللاعبين هادو الحمد لله. ياسين ايوب ما سيناش فهمتي نهار نسيم الشادي الطاهره الاخوان اللي لعاب اللي بعيد كل بعد حاليا على الوداد الرياضي. الرايحي باللعابه اللي عطاو واحد مؤشرات ايجابيه، الطريقه اللي سجل بها في الماتش اللي فات ماتش ودي كيفاش وقفوا كيفاش كروشو كيفاش ضربها بطريقه واعره. البيت اللي ماركي في البارح شحال هادي ما شفناش شي لاعب اللي انه مزيان في دوزيام بار كيفاش رجعات كيفاش ضربها بكوشيه وفي البلافو. لاعب اللي عنده حس تهديفي. شاف الفرقه اللي كان فيها في السعوديه ولا الفرقه اللي لعب فيها كان شي ماركي، يعني اللاعب اللي عنده الحس التهديفي طالع يعني كماركي بزاف. لاعب اللي كويري عنده كيش مزيانه ولكن يمكن انه مازال ماشي في الفورما 100%. ان شاء الله نتمنوا ان قبل ما تبدا البطوله انه يرد الفورما ديالو، ان تشرب بو شويه زيد. نتمنى ان شاء الله انه ينقص شويه من البوا حيت هذا اللاعب هذا حاليا راه كيبان ليا ولا غيكون شي دار في الوداد الرياضي في البوست ديالو، ما كاينش غيحيد ليه الرسميه ديالو من داك البوست. خدمه كبيره الاخوان دايرها حاليا رونالدو موكوينا، شفناها في ارض الواقع يعني مده اللي ما كانتش كافيه ان مع الوداد الرياضي. يعني مازال يلاه بدينا كنشوفوا ان الوداد بواحد لو جو كوليكتيف، كنشوفوا الوداد ان كتكونسيرفي على الخصم. حنا في دونور يعني بداك اللعب ديال الوداد يعني كانت ديك الفعاليه كتحاول انك تضغط. راه في الفينال كونتر الاهلي المصري اللي ربحنا بجوج 0 مع ركلاكي راه كانت بوزيسيون عند الاهلي المصري السوسين، يعني ربح شي درت شي ماتش كبير ولكن ما كنتيش دوميني الماتش، يعني ما كنتيش
مكونسيرفي على الخصم وعندك في البوزيسيون. حاليا كنشوفوها مع موكوينر، يعني الدراري كاملين بداو كيفهموا شويه التكتيك ديالو، لا في البناء من الخلف التمريرات قصيره لا بالضغط العالي. ملي كنشوفوا دي تريونغل سواء في لانين دروا سواء في لانين غوش، من المؤشرات اللي عجبوني والدراري الزوينين اللي عجبوني صراحه الزمراوي لاعب الكويري صراحه نديه تدويش عليه، حتى هو دري لي مزيان، دري لي جيعان اللي غيعاونك دير بصح، ويكون ان شاء الله خير بديل وان شاء الله يكون حسن من العملود. حمزه الساخي هذاك ما ندويش عليه، بي كتشوف ان الولاد كيزيدوا القدام، بي تمريرات مفتاحيه، يعني الحمد لله كاينه واحد الخدمه. ولكن الاخوان باد لي فيكتيف راه ما غاتمشيش مزيان. علاش؟ حيت ما عندكش لعابه اللي غيكملوا لك العمليات، يعني خاص ضروري مهاجمين. حنا خدمنا على الديفونس، عندنا الدراري في لا ديفونس زوينين، ميلو تيران شو مزيان في انتظار شي سيس مزيان، ولكن في لاطاك الاخوان خاصنا لي زيرو، خاصنا مهاجمين. يعني ما كانش عندك واحد المهاجمين راه ما غتمشيش مزيان. هو راه فاش كان فاندوزا كان عنده شي من ناميبيا ماشي يزقلش، يعني لعابه اللي مزيانين، يعني ضروري خصك واحد المهاجمين جوج قيمه ولا الرياضي، يعني جوج ديال لي زافريكان اللي ناضين بهذا المعنى، ولي زال نشوفوا الناس يمشادلو ونشوفوا شي اللي واحد يشوى مزيان، ودا ان شاء الله تبقى غاده مزيانه. الحمد لله ان كاينه مؤشرات، نتمنوا ان يواصلوا العمل ديالهم بالاحترافيه وان شاء الله يكون خير. تحياتي لكم وعاش نادي الوداد.